هو ليه الست الجدعة دايما أو بنت الأصول جوازتها دايما فاشلة؟ دي طبعا مش صدفة، دي ليها أسباب نفسية واجتماعية كبيرة قوي. خلينا أشرح لك بالراحة. الست الجدعة بطبيعتها بتدي من غير ما تستنى مقابل، وبتقف جنب الراجل في الحلوة والمرة، وبتقدر المسؤولية أكتر من أي حاجة تانية. إنما المشكلة إنها ساعات بتدي فوق طاقتها وتنسى نفسها، وده بيخلي الراجل ياخد عطائها كله كأنه حاجة عادية مش مميزة. كمان بنت الأصول عندها مبدأ: ما بتفضح وما بتشكيش وبتتحمل عشان البيت ما يتهدش، وده ساعات بيخلي الطرف التاني يركب دماغه بقى ويتمادى، وشايفها كده ساكتة خلاص ومش بتطلب. مع مرور الوقت بيتحول الصبر الزايد ده لتعب داخلي، فتلاقيها فجأة ما بقتش قادرة تكمل من ناحية. ومن الناحية التانية الرجالة ساعات بيختاروا الست الجدعة علشان يعتمدوا عليها، مش عشان يقدروها، ده عشان خاطر يختزلوها في دور الظهر والسند، لكن مش الزوجة اللي ليها مشاعر واحتياجات. والست لما بتلاقي نفسها اتشافت كأم أو مصلحة أكتر من إنها شريكة حياة، بتحس بفراغ عاطفي فظيع. غير كده المجتمع نفسه ساعات بيتغذى على فكرة إن الست الجدعة لازم تستحمل، لكن لما بتكون خفيفة أو مش مهتمة، تبص تلاقي سبحان الله نصيبها حلو وبتنبسط وبتاخد على محمل الجد أكتر. ده بيخلق مفارقة من اللي بتدي حاجة بتتظلم واللي ماسكة نفسها بتتقدر. الخلاصة إن الجوازات دي بتفشل مش عشان الست وحشة، بالعكس، ده عشان زيادة عن اللزوم في عطائها وصبرها، وبتتعامل مع العلاقة على إنها مشروع حياة مش مجرد مشاركة. لما الطرف التاني ما بيكونش على نفس الموجة، النتيجة دايما بتكون صدمة ووجع في الآخر كبير جدا. لازم يكون الحياة بينكم مشاركة. طيب، تحبي أقولك على شوية علامات لو ظهرت لست الجدعة لازم توقف فورا؟ أول حاجة، لما تلاقي نفسك طول الوقت انت اللي بتدي وانت اللي بتضحي وانت اللي بتشاركي نفس المجهود، أو حتى هو مش بيحاول خالص انه يخفف عنك، يبقى فيه مشكلة. كمان لو الراجل بدأ ياخد كل اللي هي بتعمله على إنه واجب، مش بيشكر ولا بيقدر، يبقى دي إشارة خطأ. لازم تخلي بالك، لازم تعرفي إن ده مش واجبك، ده فضل منك، فتشكري عليه وتتقدري عليه. لو ما حصلش كده يبقى دي إشارة خطأ. ست الجدعة محتاجة كلمة حلوة واحتواء، زي مثلا أي ست في الدنيا لو لقيت نفسها مش واخدة أي تقدير أو كلمة طيبة، بتحس إن هي مجرد أداة. فالراجل ساعات بيغلط مع ست الجدعة أكتر، لأن هو عارف إن هي بتسامح وبتعدي، وده عادة بيبقى هي اللي بتتآذى في الآخر، لأن هي بتحس إن هو مستسهل الموضوع، فاستسهال الغلط معاها ده مش كويس. كمان لما يبقى كل الاهتمام محطوط على احتياجات وهو بس، مفيش أي نظر للي هي محتاجاه سواء عاطفي أو نفسي أو حتى راحة بسيطة، ده ما ينفعش إن هي تغيب احتياجاتها وطول الوقت احتياجاته هو بس ومصلحته بس وكل اللي يهمه بس. هي كمان لازم يبقى لها احتياجات وطلبات، ولازم هي كمان تشوفها. لما بتحس إن هي أم مش زوجة، العلاقة بتتحول لمسؤوليات ومشاكل، مسؤوليات ومشاكل واحتواء من طرف بس، من غير رومانسية ولا مشاركة حقيقية. لقيتي نفسك على طول مرهقة ومكتئبة وعندك إحساس بالفراغ رغم إنك موجودة في علاقة، يبقى في حاجة مش طبيعية. هنا الست الجدعة لازم توقف ولازم تفكر: هل أنا فعلا شريكة حياة ولا مجرد ظهر وسند؟ لو الإجابة ميالة للتانية، يبقى لازم تتكلمي بوضوح وتعيدي تقييم العلاقة كلها من أول وجديد. الست الجدعة عشان تفضل أصيلة وجدعة من غير ما تتحول لضحية، لازم تمشي معاها على شوية قواعد علشان توازن بين العطاء وبين الحفاظ على نفسها. الجدعنة مش معناها إنك تبقي متاحة 24 ساعة ومش رافضة لأي طلب. لو راجل اتعود إنك دايما موجودة هيعتبر ده حق مش فضل، فلازم تحط حدود وتتعلمي تقولي لأ من غير أي إحساس بالذنب. كمان لازم تطلبي مقابل ولو معنوي، يعني كلمة حلوة تقدير، دي مش رفاهية. لو عملت مجهود كبير من حقك تسمعي كلمة حلوة أو إنك تحسي إن هو شايفك وإن أنت متقدرة، فدي مش رفاهية. من الجدعنة ما تخليكيش تشيلي فوق طاقتك وتتحملي وتكتمي لحد ما تنفجري. الصح إنك تاخدي استراحة وقت ما تكوني محتاجة للراحة، وتطلبي كمان مساعدة. الست لازم تسأل نفسها: هو بيديني قد اللي باخده؟
حتى لو مش نفس الشكل، بس هل في توازن في العلاقة ولا أنا بس اللي بدي وبشيل؟ لازم يبقى في توازن بين العطاء والاستقبال. في فرق كبير قوي إنك تشيلي معاه وتدعميه وبين إنك تعيشي طول الوقت في دور المنقذة. الراجل هو اللي معتمد عليكي بالكامل، مع الوقت هتفقدي قيمتك بالكامل، هيعتبر إن هو ده فرد. اوعي تستني إن هو يفهم من نفسه، اوعي تتكسفي إنك تطلبي احتياجاتك أو تطلبي مساعدة. الراجل ساعات بيحتاج يسمع صراحة أنا محتاجة منك كذا، هو لازم يعرف يسمع الكلمة دي، لأن الكلمة دي بتديله باور وبيحس إن هو سندك، وبيحس ساعتها إن هو أمانك وإن أنت محتاجاله بتطلبي منه. الجدعنة الحقيقية هي اللي تحافظ على نفسك الأول، هي اللي تخليكي ما تدوبيش مع غيرك، لا تفضلي قوية ومحافظة على نفسك علشان تقدري تكملي وتدي بحب مش بإجبار. لو لقيت استغلال وقفي، أول ما تحسي إنك بتستغلي لازم توقفي وتتكلمي. لو مفيش تغيير يبقى لازم تعيدي تقييم للعلاقة دي. فرض الخلاصة، الجدعنة حلوة وأصيلة، بس لما تكون عن حب وعن اختيار، مش عن استنزاف وتضحية طول الوقت. ست جدعة لو حطت لنفسها قواعد وحدود هتفضل عظيمة ومحبوبة، مش ضحية ولا مكسورة. ايه اللي هيحصل لو الراجل اللي معاه ست جدعة وفضل وراها لحد ما استنزفها وفي الآخر خسرها؟ بيحس انه فقد ظهره. الست الجدعة دايما مش مجرد زوجة، دي كانت سند وظهر حقيقي. أول ما بتسيبه بيحس إن هو يا عيني وقع في شبكة ما فيهاش أمان، بيتصدم بالواقع، بيحس إن هو خلاص عرف قيمتها بس متأخر. ليه؟ لأنه دايما كان فاكر وجودها مضمون. لما مشيت اكتشف إن هو مفيش حد هيقف جنبه زيها، ولا حد هيستحمل عيوبه ويتغاضى عنه بالطريقة اللي هي كانت بتتغاضى عنه. كمان هيحس إن الجدعنة دي كانت بتديه قلب وأمان وكانت مطمناه. بعد ما تمشي هتحس إن هو عنده فراغ، هيحس إن حياته فاضية، هيحاول يدور على بديل بس مش هيلقى، لأنه كل ما هيشوف واحدة هيقارن، دي كانت بتستحملني، دي كانت واقفة جنبي، مش هيلاقي حد يعمل معاه اللي كنت بتعمليه، فدايما هيبقى في حالة ندم. كمان هيتعب من كتر المسؤولية، ما هو واحد مش بتاع مسؤولية وطول عمرك شايلة عنه، فهيتصدم إن انت قد ايه كنت شايلة كل ده، أنا ازاي ما كنتش عارف قيمتها، لأنه كل الحاجات دي انت كنت شايلها عنه فهو ما كانش يعرف، فهيتعب من كتر شيل المسؤولية. كمان كان فاكر نفسه قوي ومسيطر، لكن بعد ما يخسرك هيعيش حالة ندم صعبة جدا، وكل ما هيفتكر المواقف معاكي هيحس إنه قد ايه ضيع نفسه قبل ما بيضيعك، هيحس إنه خسر الفرصة الذهبية، الست الجدعة اللي مش هتتكرر تاني في حياته، ولما تضيع خلاص مفيش نسخة منها تانية، وده اللي بيخليه يعيش طول حياته حاسس دايما بإحساس الخسارة. الراجل اللي بيخسر الست الجدعة بيخسر أكتر مما تتخيلي، مش بس إنسانة حبت وضحت، لكن كمان نفسه، استقراره وحياته. فأنتي اللي كسبانة مش هو، مش تبقي فاهمة، أنتي بتبقى أقوى نفسيا، بتبقي أكتر وعي بالحدود، لأنك جربتي وعرفتي اللي بيستغلوكي واللي كانوا بيتعبوكي في حياتهم. هتقدري نفسك أكتر، هتختاري صح المرة الجاية، تحافظي على طاقتك وحبك لنفسك، هتعيشي حرية وسعادة أكبر بكتير قوي من الحياة الضاغطة اللي كنت فيها والحياة اللي مليانة بالمشاكل. لا، حسي بحياة مليانة طاقة إيجابية. كمان هتمشي من العلاقة الفاشلة دي بس مش هتخسري أبدا، بالعكس انت هتكسبي نفسك وقوتك وحريتك، وده هيخلي أفضل نسخة من نفسك تكون موجودة فعلا قدامك، تكوني مستعدة فعلا لعلاقة صحية حقيقية في المستقبل، وهتكوني فعلا فخورة وجديرة بنفسك قد إيه. صدقيني صدقيني الكلام ده لمصلحتك، فكري فيه كويس قبل ما تقعي في نفس الفخ.